ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ هنعمل النهاردة الوصفة الخطيرة دي. ولو أول مرة بتشوفوني ولسه ما اشتركتوش اشتركوا حالا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير. وبالهنا والشفا مقدما. عندي هنا لفة جلاش، هنفتحها كده مع بعض بالشكل ده. حطيت 4 معالق زيت كبار، وابتدي بقى ادهن الصاج بالشكل ده، ادهنه كويس قوي. هاخد نص لفة الجلاش واحطها بالشكل ده. هو جلاش بقى خطير سهل وسريع، يعني ولا بحط راق راق ولا اي حاجة. باخد نص اللفة واحط زيت بالشكل ده عليها، معلقة كبيرة كده. عندي هنا 200 جرام سبانخ، بيبي سبانخ. هقطعها كده بالشكل ده. كده خلصت الكمية كلها وقطعتها. عندي هنا 250 جرام مشروم. ممكن تحطوا مشروم علب او فريش زي ما تحبوا. هقطعه بقى بالشكل ده كده حلقات. عندي هنا جبنة فتة او جبنة فيتا 200 جرام. هقطعها كده يعني حلقات كده زي ما انتوا شايفين، رفيعة. دلوقتي بقى هحط المشروم اللي احنا قطعناه بالشكل ده، هحطه على السبانخ. كله فريش كده من غير، سهل وسريع ان شاء الله. يعني لا بشوح المشروم ولا السبانخ. هتشوفوا دلوقتي بقى المفاجأة هيطلع ازاي. يعني مش هتستغنوا عنه يوميا، خطير. الجبنة هنحطها بقى برضو فوق المشروم. شايفين مقطعاها كده سلايسز، يعني مش مهم الشكل، المهم ان هي تبقى رفيعة كده. حطيت الجبنة كلها. عندي هنا كوباية لبن حطيتها، وحطيت قبليها بيضة. وعندي هنا باتر ميلك، ممكن بديل تحطوا بداله لبن رايب. حطيت معلقة فلفل ابيض، معلقة صغيرة. احط ملح، طبعا الملح حسب الرغبة. ابتدي بقى اضرب كله مع بعضه بالشكل ده. عندي هنا نص كوباية باتر ميلك، هضيفها على الخليط. ضفت معلقتين كبار زيت زيتون. هنقلب بقى الخليط اللي احنا عملناه، واحطه بقى على الحشو رشة كده بسيطة. الطريقة دي بقى بتخلي المشروم والسبانخ يدملكوا كده طبعا، لان انا ما شوحتش لا المشروم ولا السبانخ. فالطريقة دي هتخليهم بقى ايه، يدملكوا كده ويبقى طعمهم خطير. عندي هنا موتزاريلا على شيدر. احط كده رشة بسيطة كده على الحشوة. عايزاكم بقى تجربوا الوصفة دي ان شاء الله، هتعجبكم جدا. ونوعا ما موفرة، يعني ما فيهاش لحمة ما فيهاش فراخ. وممكن المشروم تجيبوه علب
بيبقى سعره معقول عن الفريش. ابتدي كده اضغط بايدي بالشكل ده على الحشوة، وهاخد بقى باقي اللفة هدخلها كده لجوه بالشكل ده. يعني هاخد الحشوة اللي انا حطاها تحت وادخل اللي على الوش لجوه، يعني انا عايزاه ملفوف بالشكل ده، شايفين؟ واقوم مدخلاها لجوه بالشكل ده. طلعها كده واقوم مدخله النص الفوقاني لتحت. يبقى مقفل كله بالحشو عشان البخار يبتدي بقى يسوي السبانخ والمشروم ويدملك بقى. احط بقى زيت زيتون على الوش قبل ما اقطعه. هدهن بقى الزيت اللي انا حطيته بالفرشة بالشكل ده وادخله في الجوانب. هقطعه بقى بالشكل ده. ممكن بقى تقطعوه يعني بالحجم اللي انتوا عايزينه. مش شايفين؟ بعد ما بحط الزيت بحطه قبل التقطيع بيبقى اسهل. عندي هنا بقى الخليط، ابتدي بقى احطه على الوش. بسخن الفرن على درجة حرارة 180، هحطه في الرف الوسطاني لمدة 40 دقيقة. شايفين بقى الجمال؟ ابتدي بس ايه اقطعه على بسيط كده. هو اصلا متقطع بس طبعا ايه مع التسوية